أنا كان يعني عندي الحب للصوف والهاي من وقت كنت صغيرة، بس كنت أدرس يعني ما كان هاي. بعدين تزوجت. بعد الزواج تعلمت، عملت دورة خياطة، وبعدها يعني طرحنا فكرة الصوف إنه تعلم الصوف أو هاي، فقال تعلمت يعني وعلمتني على الصوف وعلى التنتلة وعلى الخرز وعلى يعني كل شيء يخص الخياطة يعني. وحبيت مهنة الصوف أكثر من مهنة الخياطة فاستمريت بها. بصراحة يعني كان يعني مشان ايش تعلمت؟ اولا لانه انا احب يعني شغل الصوف، ثانيا مشان الشغل يعني مشان المادة يعني لما تعلمت عليها باول فترة قبل ما يكون الصوف غالي يعني كنت اشتغل يعني كان يجي طلبات كثير وهاي. بس هلا هلا الصوف كتير غالي ما يمشي الحال. بالمخيم يعني الناس يعني ساكنة بمخيم يعني عم تدور على لقمة العيش يعني ما راح أتوقع تهتم بهالأمور هاي يعني. بالنسبة للثياب مثلا هالخيط هذا شغل التنتلة هذا على القلابيات أو على الثياب هاي مطلوب يعني، لأنه سعره مو كثير غالي مثل الصوف يعني. الصوف أغلى وياكل مثلا خيطان أكثر، ياكل هاي مثلا الشال الواحد مثل هذا يعني يكلف أكثر من 30 ألف. ما حد عنده قدرة يشتري يعني. أما هذا يعني هاي بكرته صايرة ما بعرف يعني مش قد هلا، بس إنه مثلا ما يكلف مثل هاي يعني بحدود 10,000 يعني الصدر مع الإيدين مع مشان تحافظ على التراث القديم، على الشيء اللي كانوا يصنعونه أجدادنا وهاي. لأنه قبل كل شيء كان نسج، سجاد الصلاة، سجاد الأرض، هاي البراد يعني كلها كان النسج على المخاد، على هالأمور كلها كانوا يستعملونها أجدادنا. والمردود اللي أخذه من العالم يكون قليل جدا يعني. شغل ساعات يعني كل نفذة يعني تعتبر مو مثلا الفستان او شيء خيطيه بالماكينه او قماش، هاي يعني يعتبر عن شقفه قماش انت كلياتها تخيطينها بالابره يعني نحن كنساء عاملات يعني نبارك بمجيء ثورة 8 آذار، ولازم نظل مقاومين. بدنا حقنا يعني بشغلنا، نحن موظفات وعاملات وعم نشتغل بالبيت وعم نشتغل برا وعم يعني وهاي لازم على طول يكون في عندنا دافع على الثورة للدفاع عن حقوق المرأة. طبعا نحن تعرضنا لاحتلال تركي من سنة ونص تقريبا. كان هدف الاحتلال التركي تحطيم جيل كامل من التعليم، من الثقافة، من كل الأمور يعني. بالنسبة لنا نحن اللي عم نشتغل وعم هاي النفسيات تعبت يعني، بس نحن رح نضل مقاومين ما رح نوقف عند نقطة الاحتلال أو هاي، فرح نضل مثابرين في عملنا.